معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا هو أكبر المعابر وأكثرها حركة في شمال إفريقيا. قررت السلطات إغلاقه لأسبوعين بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي، في الوقت الذي يرى فيه نشطاء المنطقة أن الخطر آت من المسالك الفرعية والطرق الريفية لا من المعبر نفسه. الشيء اللي يسمح باش انك تغلق معبر مراقب تعطي مجال آخر للحدود البرية والحدود الجبلية. وتعرف أنت المنافذ البرية يعني تصبح وجهة الآن عندما تغلق معبر رسمي. ثم نشوفوا احنا من خلال العمليات اللي وقعت في تونس كلها متأتية من ناس دخلوا عبر مسالك إما برية أو مسالك جبلية. تداعيات إغلاق المعبر لم تكن أمنية فقط، بل أدخلت منطقة بنجردان التجارية في ركود اقتصادي. ورغم تفهم المواطنين للاعتبارات الأمنية، فإنهم يعتبرون إغلاق المعبر عقوبة اقتصادية سلطت عليهم. وضعية تعيسة جدا، ما عادش لا بيع لا شراء، حابسة الحكاية من الطريق من كذا. ويزيدوا عدوين كما المثل يقول لك مطر في تونس وزلق في بنجردان. الضربة الردكة في تونس يسكر راس جدير، تأثرت بالتسكيرة بالطبيعة، ما عاد يجينا حد. هو بالطبيعة هي من قبل كان ما يجينا حد، سوق محلي ولا ما عادش حتى ما عاد يجينا حد. وزيد حتى المعتمديات مجاورة ما عادش يشوف السلعة ما تدخلش. وينتظر الأهالي في المناطق الحدودية تحسن الوضع الأمني وانقضاء أسبوعي الإغلاق لاستعادة نسق حياتهم العادي. تداعيات هجوم حافلة الأمن الرئاسي وغياب مفهوم الدولة في الجارة ليبيا دفع السلطات التونسية إلى إغلاق معبر رأس جدير الحدودي لمدة أسبوعين، قرار فرضته الاعتبارات الأمنية لكنه خلف أثارا جانبية هنا في بنجردان. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية من مدينة بنجردان، ولاية مدنين الحدودية.